حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على التشين رول. في الفيديو ده وهيبقى فيديو بسيط، مجرد بس هنقول فكره التشين رول عموما عشان نستخدمها بقى ايه في الرولز او في الدروس بعد كده في الفيديوهات اللي جايه. ماشي؟ طيب في الاول، التشين رول دي ممكن تشوفها في شكلين: في شكل الكومبوزيت فانكشن، انك معاك اف كومبوزيت جي ودول معمول لهم ديريفيتيف. فحاجه زي كده هي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اف اوف جي اوف اكس مثلا، فانكشن في الاكس، بس هي ايه؟ حاجه جوه حاجه، كومبوزيت. طيب فده معمول له ديريفيتيف، فده بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن الاف داش، يعني الفانكشن الكبيره الاول ديريفيتيف اهو، وجواها جي اوف اكس عادي خالص. بعد كده بتخلص تضرب في الجي داش اوف اكس، يعني خلصت اضرب بقى في الديريفيتيف اللي جوه. وده مش الشكل الوحيد، هي ليها شكل تاني. انت ممكن مثلا تكتبها ازاي؟ تقول ان ده فانكشن في حاجه وده فانكشن في حاجه تانية. يعني مثلا اقول لك ان الواي فانكشن في الزد، الواي ايكوال زد، واقول لك برضو ان انت معاك ان الاكس بيكوال مثلا 3 زد. فاقول لك انا عايز هنا الدي واي اوفر الدي اكس. فالفكره ان انت مش معاك الواي فانكشن في الاكس. يعني ايه الواي فانكشن في الاكس؟ يعني مش معايا مثلا الواي بتساوي مثلا اكس سكوير بلس 1 او اكس بلس 1 او اي اكس. يعني مش معايا ان الواي بتساوي حاجه فيها اكسات، لا انا معايا حروف تانية او حاجات تانية، معايا من الاخر variables تانية. طب نعملها ازاي دي؟ عادي خالص، هتروح بدل ما هي دي واي على دي اكس، انت ممكن تعملها هنا في الحالة دي حاجة اسمها معاملة الفراكشن. يعني ايه الفراكشن؟ خلي بالك الدي واي اوفر دي اكس هي مجرد ايه؟ هي مجرد دلتا واي على دلتا اكس. بس الفكرة كلها ان انا جيت قلت لك في الريت، في فيديو الريت قلت لك ان الدلتا اكس ابروتش تو زيرو بس. فهنا انت ممكن عادي تلعب في الفراكشن ده، الفراكشن ده بس لو لعبت فيه شويه، اللي هو الدلتا واي على دلتا اكس ده، اخليه ايه؟ اخليه دي واي اوفر دي زد مقسوم على ايه؟ على دي اكس اوفر دي زد. ومش ده الشكل المشهور، يعني هي ليها شكل تاني طبعا مشهور، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك ادي الدي واي وتحت مفيش حاجه مضروبه، وهنا الدي اكس نقلتها هنا، وبتشوف الحاجه الوسيط بتاعهم. الوسيط اللي هو ايه؟ اللي هو هنا الزد، الحاجه اللي هم مشتركين فيها. فبعد كده هتضرب فيها وتقسم عليها. فانا هضرب في دي زد وهقسم على دي زد. وخلي بالك الشكل ده هو هو اللي تحت، بص اهو دي واي اوفر دي زد اهي. بعد كده قسمت، بس قسمت على ايه؟ على المقلوب. ما انت لما بتيجي تضرب، لما تعمل ملتبلاي وهم تحت في الديفايدد، فانت بتعمل ايه؟ بتقلبهم. فيبقى دي اكس على دي زد بدل دي زد على دي اكس بس. فاي كده اللي انت عايزه، المهم ان انت معاك الشكل ده، يا اما تضرب وتقسم يا اما تقسم على الناحيتين. ففي الحالتين انت كده كده تمام. طيب فهنا مثلا اهو الدي واي للدي زد عبارة عن ايه؟ هتعمل ديريفيتيف لدي هتبقى الزد بواحد خلاص، يعني الواي كده بواحد. طيب بعد كده مضروبة فيه الدي زد للدي اكس. كنت الأحسن هنا بقى عملت ايه؟ شفت الدي اكس للدي زد، لأن انت معاك الاكس بيساوي 3 زد، يبقى الاكس داش أو اللي هي الدي اكس للدي زد خلاص أهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3. فالإجابة هنا 1 أوفر 3 ببساطة شديدة يعني. لو كنت جبتها دي زد على دي اكس يبقى أنا هبص لها من الناحية دي، هقول كده ان الزد بتساوي 1 اوفر 3 اكس، وانت كده عايز الدي زد على الدي اكس هيساوي 1 اوفر 3. بص براحه خالص اهو، دي اكس على دي اكس. فالدي زد على دي اكس اللي انت عايزها 1 اوفر 3 دي اكس هتروح مع دي اكس فراكشن بقى خلاص. بس الكلام ده في ناس طبعا بتشكك فيه ان هو فراكشن، فانا مش هناهد في حاجه زي كده. انا مقتنع ان هو فراكشن وان هو تقبل الاسم. الناس يعني الناس بتوع الماس عموما بيقولوا ان هو فراكشن صح، بس بيقولوا ان هو في بعض الاحيان بيتصرف ان هو فراكشن، وفي البعض الاخر بيتصرف ان هو ديريفاتيف، ان علامه الدي دي ما ينفعش تشيلها. بس انا بفهمك ان هي الدي واي اوفر الدي اكس جايه منين يا جماعه؟ جايه من فكره الدلتا واي على الدلتا اكس خلاص. لكن بعد كده ان شاء الله لما تكمل في السكند ديريفاتيف والثيرد وهكذا ما ينفعش تقسم، ما ينفعش تعملها كانها فراكشن خلاص. دي فراكشن في شرط حاله واحده، ان دلتا اكس ابروتش للزيرو. فهو بيقول لك في الحاله دي بالذات بتبقى كده ماشي. انا بتعامل مع الحاله دي، بتعامل مع الحاله بتاعت التشين رول اهي. طيب تعالى ناخد امثله بقى على الكلام ده. لو قلت لك انك معاك الواي ايكوال زد باور 8 بلس 1،
ومعاك هنا الزد بتساوي 2x بلس 3 او 2x ماينس 3. طيب انت قلت لي ايه؟ قلت لي انك عايز الدي واي اوفر الدي اكس. وممكن حد يقول لي انت معاك دي فانكشن في الزد والزد فانكشن في الاكس. ممكن حد يجي على جنب خلي بالك يقول لي فكره تانية، يقول لي انت معاك ان الواي عباره عن ايه؟ عباره عن الزد باور 8 اللي هي 2x ماينس 3 باور 8 بلس 1، ويعمل ديريفيتيف على الشكل ده. فديريفيتيف على الشكل ده خلي بالك بقت سهله برضو، انت هتقول واي داش هيساوي ديريفيتيف ال1 بزيرو، خلاص يبقى ديريفيتيف الجزء ده هتنزل الباور اهو 8، بعد كده 2x ماينس 3، بعد كده الباور اللي هو 8 ده هتنقص منه 1 يبقى 8 ماينس 1، يبقى هنا تبقى ايه؟ تبقى 8 في 2x ماينس 3 باور كام؟ باور 8 ماينس 1 اللي هي 7. بس هنا في مشكلة، لو انا كنت جيت قلت لك مثلا انت معاك هنا ديريفاتيف ل 2x باور 8، فهتقول لي ان هي بقت معاك 8 في 2x باور 8 ماينس 1. خلاص طيب الفرق ما بين دي ودي ايه؟ الفرق ما بين دي ودي ايه غير النيجاتيف 3؟ الفرق ان انا كاني بقارن دي معدل تغيرها بنفس معدل تغير دي، بس مش دي الحقيقة. الحقيقة هنا ان خلي بالك في حاجة جوه انت لازم تتعامل معاها، ديريفاتيف اللي جوه. ليه؟ انا قلت لك الكلام ده، قلت لك فين؟ هنا اهي، ديريفاتيف اف كومبوزيت جي او اف جواها الجي، بتعمل ديريفاتيف للاف الاول وبعد كده الجي اللي هي اللي جواها، فده اللي عملته هنا بس. فهنعمل ديريفاتيف اللي جوه، اللي جوه دي هتبقى ايه؟ تبقى 2 ديريفاتيف ل 2 اكس ماينس 3 يبقى 2. خلاص بس. كان ممكن تعملها كده برضو، اعمل ديريفاتيف للواي بالنسبه للزد، يبقى هنا زد 8 زد باور 7 ماينس 1 اوفر ديريفاتيف لل دي زد دي اكس، انت هنا هتعملها دي زد دي اكس فكانك تضربها. خلاص عايز ايه؟ تعكسها تخليها الاكس ايكوال حاجه في الزد ماشي، بس انت هنا دي اكنها كده ايه؟ اكنها دي واي اوفر دي زد، طالما قسمت عليها يبقى تضرب فيها هنا دي زد اوفر دي اكس. عملتها بالشكل ده ليه؟ عشان هنا لو عملت دي زد لدي اكس يبقى انا كده هعمل دي لدي اكس، يبقى انا كده هعمل دي لدي اكس، وده كده كونستانت هيروح بزيرو، فيبقى لك هنا 2 بس اهو. تمام طيب، فادي 2 في 8 ادي 2 في 8 والزد باور 7 خلاص اللي هي ايه؟ اللي هي 2 اكس ماينس 3 ماشي. بس وهنا الماينس 1 ده بتاع ايه؟ الماينس 1 ده بتاع الباور خلي بالك ها بس ماشي، اللي هي 2 اكس زد باور 7 اللي هي 2 اكس ماينس 3 باور ايه؟ باور 7. طيب تعالى بعد كده، لو قلت لك معاك y equal z باور 3 ماينس 7 ومعاك ان الزد بيساوي x سكوير بلس 3x ماينس 3 ماشي كده. طيب حاجة زي كده هنمشي عادي خالص، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ادي الدي واي للدي اكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدي واي على الدي زد، وهنا مضروب في الدي زد على الدي اكس، فده يساوي الدي واي على الدي زد فتبقى 3 زد سكوير مضروبة في الدي زد على الدي واي فيبقى هنا 3، هتعمل ديريفيتيف دي بقى يبقى هنا تبقى 2 اكس بعد كده بلس 3 وخلاص ماشي. بعد كده بقى عايز تضربهم في بعض، بس الأول خلي الزد في شكل الإكس، ظبط الشكل بقى ماشي. يعني السؤال ده رخم شوية في إيه؟ في حتة الفكة والكلام ده، بس ده إكس سكوير بلس 3 إكس ماينس 3 وهتعمل لها سكوير مضروبة في 2 إكس بلس 3. والله بقى قالك تفك تبسط بعد كده ماشي خلاص، الموضوع بقى باين يعني. طيب تعالى بعد كده، ممكن حد يقولي طب دي نبسطها ازاي؟ انت دي ممكن تبسطها ببساطة انك تعمل ايه؟ تبسطها ببساطة انك تعمل ايه؟ انك تعمل ده براكت وده براكت تاني وتفكها، هنا ده سكوير، البراكت ده كله سكوير، الاولاني سكوير التاني سكوير ناقص 2 ده في ده، فبعد كده هيبقى معاك هينزل لك ده سكوير تاني تفكه تاني. دي طريقة. في طريقة تانية انك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده سكوير ده سكوير ده سكوير بعد كده زائد 2 ده في ده بعد كده ناقص 2 ده في ده، اللي هي العلامة اللي ايه ما بينهم يعني. فعلى حسب الطريقة اللي انت عايز تعملها اعملها ماشي. يعني لو معايا اكس بلس واي بلس زد بقول لك ان هما سكوير، بتنزل اكس سكوير واي سكوير زد سكوير بعد كده 2 اكس واي زائد 2 واي زد بعد كده زائد 2 اكس زد.
الفكرة يا جماعة جاية من المربع والمكعب، وانت اكنك بتفك مكعب، بس المكعب هو كيوبويد مش كيوب. ها، خلينا نظبطها. عايزين نعمل الداش دي لاين عشان الموضوع يبان، بس مش مهم، هي دي المفروض تبقى متقدمة بس كده شوية. فالمهم ان دي اكنها اكس ودي اكنها واي وده اكنه زد. خلاص، فهي الفكرة كده مش اكتر. طيب المهم، تعالى بعد كده لو قلت لك معاك بقى، هي نفس الفكرة يعتبر، بس هو هنا بيعمم لك الفكرة، بيقول لك معاك الواي عبارة عن اف اوف اكس عليها باور ان. فبقول لك انا عايز الواي داش، فهتقول لي ايه؟ هتقول لي الان هتنزل عادي، بعد كده معاك الاف اوف اكس باور ايه؟ باور ان ماينس 1. وما تنساش بقى الديريفاتيف الاف داش اوف اكس. خلاص كده بس. فهنا برضه عشان ما تلخبطش نفسك من الاخر كده، لو انت معاك ايه؟ لو انت معاك الواي بيساوي نجمة باور ان، الواي داش عبارة عن ايه؟ عبارة عن النجمة دي باور ان ماينس 1 في ايه؟ في الان. نزلت الباور نقصت منه واحد، ومنساش ديريفاتيف النجمة. خلاص كده بس. فعشان انا بقول لك الفكرة دي ليه، لاني بعد كده دلوقتي هقول لك لو انت عايز تعمل ديريفاتيف للواي او للاكس بالنسبة للواي، فالموضوع هيعقد. ماشي. طيب خلينا في الاول نشوف كذا حاجة. الاول لو قلت لك ان الواي بيكوال 2x باور 3 بلس 5 باور 4، فهتجيب الواي داش. الواي داش هنا هتنزل الفور، بعد كده الديريفاتيف دي هتبقى 2. الأول نزلها 2 اكس باور 3 بلس 5 باور الفور ماينس 1 يبقى 3، في الديريفاتيف اللي جوه يبقى 2 في 3 6 اكس سكوير. خلاص. طيب لو جيت قلت لك معاك مثلا الواي بتساوي كيوبيك روت لإكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4، ودي معمول لها سكوير. فحاجة زي كده كفكرة، هي فكرة مش صعبة خالص، انت بس ايه، ظبط البراكت عندك. فده عبارة عن ايه؟ البراكت ده كده هي تحت معمول لها اكنها مقسومة على التلاتة، اكن الباور ده مقسوم على التلاتة. ليه؟ اكنها باور 2 عادي. السيرد روت ده اكنك قاسم على 3 للبراكت ده. فلما تعملها ديريفاتيف يبقى 2 اوفر 3، بعد كده نفس البراكت هتنقص منه كام؟ هتنقص منه واحد، يبقى 2 اوفر 3 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3. بعد كده في الديريفاتيف اللي جوه، فالديريفاتيف اللي جوه ده اللي هو ايه؟ اللي هو 2 اكس ماينس 3 بس. واللي جوه البراكت اللي هو ايه؟ اللي هو اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4. ماشي. طب تعالى اللي بعده. لو انا جيت قلت لك معاك الواي ايكوال 3 اكس على 2 اكس بلس 1، والكلام ده معمول له باور 5، فعادي خالص هتنزل ايه؟ الباور. بعد كده ممكن نعمل ديريفاتيف للجزء ده. الفكرة في الديريفاتيف هنا ان هو ايه؟ كوشنت رول. يبقى تعالى كده تقول 5 في البراكت ده، بعد كده باور 4 في الديريفاتيف البراكت اهو. فيبقى تحت معاك 2 اكس بلس 1 معمول لها سكوير، بعد كده تطلع فوق 2 اكس بلس 1 في ديريفاتيف اللي فوق اللي هو 3، بعد كده ايه؟ ماينس ال 3 اكس تنزل، بعد كده في ايه؟ في ديريفاتيف ده يبقى 2. ده اللي هو اللي تحت اهو. ماشي. ومعاك هنا خلي بالك البراكت عبارة عن 3 اكس على كام؟ على 2 اكس بلس 1. ماشي. فممكن بقى تظبط الشكل شوية، يعني ده باور 4 اهو وده باور 2، فممكن تخليها تحت باور 6. ومعاك بعد كده هنا 6 اكس بالنيجاتيف، وهنا 6 اكس بالبوزيتيف وبلس 3، فودي دي مع دي. خلاص. فممكن تبقى 3 في 5 15 اهو. 15 3 اكس معمول لها باور 4 على 2 اكس بلس 1 معمول لها كلها باور كام؟ باور 6. ماشي. عشان في باور 4 تحت وفي باور 2 تحت. طيب تعال اللي بعده. لو قلت لك معاك بقى مثلا ايه؟ لو قلت لك معاك حاجه زي كده اهي، احنا لسه حلينها. لو قلت لك واي ايكوال روت اف اوف اكس، فدي اكنها ايه؟ دي اكنها اف اوف اكس باور هاف. فلما تعملها ديريفاتيف هتجيب الواي داش عباره عن ايه؟ عباره عن الهاف ينزل، بعد كده اف اوف اكس. تمام. وهنا باور الهاف ماينس 1 يبقى نيجاتيف هاف في ايه؟ في الاف داش اوف اكس.
ماشي كده. بس تعالى اللي بعده. لو قلت لك ودي خلي بالك انت ممكن تكتبها كده، انت ممكن تكتبها هنا 1 over 2 الاف مضروبة في الاف داش، خلاص اوف اكس يعني. فدي برضو ايه شكل ايه معروف لحاجة زي كده. طيب اللي بعده، لو قلت لك معاك بقى هنا واي اهي ايكوال روت 2 اكس بلس 3، فعلى طول ممكن تقول ان الواي داش عبارة عن 1 اوفر 2 روت الاكس 2 اكس بلس 3 مضروب في الديريفاتيف اللي جوه اللي هو 2 اكس، فهتلاقي التو راحت مع التو يبقى لك الحل ده. طيب لو انا قلت لك معاك الواي ايكوال سكوير روت كده، معاك 5 اكس باور 3 ماينس 12 اكس سكوير بلس 8 اكس بلس 1. طيب هتعمل ديريفيتيف في حاجه زي كده نفس الطريقه برضو، هتعمل تقول ايه ان الواي داش كده عباره عن 1 اوفر 2 الروت، بعد كده اعمل ديريفيتيف للروت، فالديريفيتيف اللي جوه الروت ها، ف3 في 5 يبقى 15 اكس سكوير ماينس 24 اكس زائد 8، واللي تحت الروت زي ما هو ايه معاك. وكمان مش هينفع تتبسط يعني، مفيهاش اي حاجه ايه ممكن تبسطها فخلاص. ماشي. طيب لو قلت لك معاك y ايكوال زد سكوير على زد سكوير بلس 1، والزد بتساوي سكوير روت 3 اكس ماينس 2، وبقول لك عايز الدي واي دي اكس، وهعمل لك ايه بقى؟ اقول لك ان هي عند الاكس بتساوي 1. لو عملت لك خط كده فبقول لك ان ايه، ان الحركه دي معناها انك تخلص عوض الاكس بواحد. طيب فانا ممكن يعني استغل الحته دي، استغل ان هي روت تحتيه حاجه وهنا سكوير، فممكن على طول اكتبها في شكل واي ايكوال اكس. هقول ايه؟ هقول كده ان هي عباره عن 3 اكس ماينس 2، خلاص ماشي على ايه؟ على 3 اكس ماينس 2 وهنا بلس 1 زي ما هي، يبقى دي كده بقت ايه؟ بقت 3 اكس ماينس 2 على 3 اكس ماينس 1. هل ممكن نبسطها شويه؟ خليها 3 اكس ماينس 1. ممكن نبسطها اكتر واكتر، وبدل ما نستخدم بقى الكوشنت رول اعملها ازاي؟ خلي الاتنين دي 1 وماينس 1، يعني ماينس 1 ماينس 1 تبقى ايه؟ هاخد الماينس 1 الاولانيه دي مع اللي تحت فيبقى 1، تمام. بعد كده ماينس 1 اوفر 3 اكس ماينس 1. فممكن اخليها كده، انا بلعب بشويه الجبرا يعني الديريفاتيف ده خليته في الاخر، فده يبقى 1 ماينس 3 اكس ماينس 1 باور نيجاتيف 1. هتعمل ديريفاتيف هتلاقي ده راح، يبقى لك ايه؟ نيجاتيف، النيجاتيف تنزل عليه يبقى نيجاتيف 1 عادي مضروب في ايه؟ في 3 اكس ماينس 1 باور نيجاتيف 2 في الديريفاتيف اللي جوه، الديريفاتيف اللي جوه اللي هو ايه؟ اللي هو 3 اكس، وهي نيجاتيف، نيجاتيف نزلت عليه خلي بالك دي بلس بس، وديريفاتيف 3 اكس ماينس 2 ب 3. ماشي بس. فبعد كده بيقول لك عند الاكس بواحد يبقى عوض بقى، فهنا يبقى 1 يبقى 3 ماينس 2 1، 1 باور نيجاتيف 2 ب 1 في 3 يبقى الإجابة 3. ماشي كده. طيب نيجي هنا بقى، لو انا قلت لك انا هعمل ديريفاتيف بالنسبه للاكس ماشي، بس انا بقول لك هنا بقى للواي باور ان، فامشي معايا واحده واحده وافهم هنا القصد هنا ايه. انت بتنزل الباور وتنقص منه واحد، بعد كده بتعمل ديريفاتيف اللي جوه، فاللي جوه ده عباره عن ايه بقى؟ اللي جوه ده عباره عن دي واي اوفر دي اكس. عارف دي اكنها ايه؟ اكني بقول لك ان دي اف، فبقول لك ان انت ان اف اوف ان ماينس 1 مضروبه في الاف داش. الاف داش دي خلي بالك اللي هي دي واي دي اكس، فحاجه زي كده برضو مهمه بالنسبه لك. فلو قلت لك مثلا معاك هنا واي باور 3 ايكوال اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1، فحاجه زي كده هنمشي عليها واحده واحده. انت بتقول لي هنا انك عادي براكت زي ده اكن ده براكت باور 3، فبتعمل ايه؟ نزل باور نقص واحد، بعد كده في ايه؟ في ديريفاتيف اللي جوه. طيب ده هيساوي، اعمل ديريفاتيف هنا عادي بالنسبه للاكس ماشي، انت هنا شغال ديريفاتيف بالنسبه للاكس اهو، يعني دي اكنها ايه؟ انا بقول لك هنا ان دي واي للدي اكس بالنسبه للفانكشن دي كده، خلاص. طيب فالمهم ان ده طلع لك 3 واي سكوير واي داش يساوي 4 اكس باور 3
ماينس كام؟ ماينس 4x. فساعتها انا ممكن اجيب الواي داش لوحدها في طرف، فاقول ان هي عباره عن ايه؟ خد ال 4x كده كومن فاكتور، فبقت x سكوير ماينس 1، وهنا يبقى معاك ايه تحت 3 واي سكوير. والواي سكوير انت مش معاك الواي سكوير، انت معاك واي باور 3. طيب لو عايز كمان تكتبها في شكل واي سكوير تعمل ايه؟ اهو هتقول كده معاك 4x في x سكوير ماينس 1، وتحت هنا معاك ايه؟ معاك 3. بعد كده انت معاك الواي باور 3. طب ماشي، لو انا رحت هنا قسمت على 3 ورحت هنا برضو قسمت على 3، ما غيرتش في حاجه. طيب لو انا رحت هنا عملت لها ايه؟ واي باور 2، يعني شلت بقى ده مع ده وعملت هنا سكوير، فعملت هنا سكوير بس. فكده الواي سكوير بتساوي الجزء ده. فتعالى نكتبه تاني، هيبقى كده معاك اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير، بعد كده بلس 1 باور كام؟ باور 2 اوفر 3. خلاص بس. تعالى بعد كده برضه هو تاني السؤال، لو بقول لك واي باور 3 هنا كان بيساوي كام؟ اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1. اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1. ممكن نحله خلي بالك بطريقة تانية، تقول إن كده الواي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الثيرد روت، يعني أنت ممكن تكتبها كده إكس باور 4 ماينس 2 إكس سكوير بلس 1 باور 1 أوفر 3. فأنت هنا ممكن تجيب الواي داش على طول بسرعة، يعني دي برضو حل إيه؟ طريقة أحسن. فتقول كده بقت 1 أوفر 3، بعد كده معاك البراكت ده هتنقص من الباور 1 يبقى نيجاتيف 2 أوفر 3 في الديريفاتيف اللي جوه اللي هي هنا 4 إكس باور 3 ماينس إيه؟ ماينس 2 إكس. خلاص كده ال 2 هتنزل مع ال 2 يبقى 4x. ماشي بس. فخلاص كده تمام، وده كده مضروب في ايه؟ في ده. والبراكت هنا انت ممكن بقى تظبط شكله. خلاص انت هنا ممكن تخليه مثلا ايه؟ ده ينزل تحت كده ويبقى 2 over 3 بس البراكت ده يبقى تحت. ماشي بس جبتها كلها في الاكسات، يعني ده القصد. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك الواي ايكوال زد سكوير بلس 3 زد بلس 5، زائد ان معاك ان الزد بتيكوال هاف اكس سكوير بلس 2. ماشي فبقول لك هنا انا عايز منك ايه؟ بقول لك اثبت ان دي واي اوفر دي اكس ماينس 7 دي زد دي اكس ماينس اكس باور 3 ايكوال 0. فتعالى كده بقى نشوف، نجيب الاول الدي واي للدي اكس، دي كده دي واي للدي اكس. ماشي فتعالى كده نجيب ايه؟ الدي واي للدي اكس. فانت الاول مش معاك اصلا دي واي دي اكس، فدي هنكتبها على الشكل ده، هيبقى دي واي لدي زد مضروبة في الدي زد للدي اكس. فالدي واي للدي زد تعمل ديريفيتيف لده هيبقى 2 زد بلس 3 مضروبة في الدي زد للدي اكس، فهتعمل ديريفيتيف لده بالنسبة لإيه؟ للإكس. يبقى كده تبقى معاك هنا إكس وخلاص كده ماشي. فدي كده الدي واي للدي إكس. طيب لو زودت عليها أو بيقول لك نقص منها 7 الدي زد دي إكس، فالدي زد دي إكس ده اللي أنا لسه جايبه اللي هو طلع معاك بكام؟ بإكس، ماينس 7 إكس. وبعد كده قال لك ماينس إكس باور 3. ماشي فالمهم بس أنا مش معايا كلها في الإكسات، أنا معايا الزد. فالزد عبارة عن إيه؟ الزد هنا معاك بنص اكس سكوير بلس 2، فاحنا ممكن نظبط الشكل ده كده تاني اهو. يبقى انت كده هنا معاك 2 في الزد اللي هي هاف اكس سكوير بلس 2. خلصت الزد بعد كده معاك بلس 3. كل الكلام ده خلي بالك مضروب في اكس. بعد كده خلص هتعمل ماينس 7 اكس بعد كده ماينس اكس باور 3. ماشي فالتو دي هتخش مع الهاف. تمام طيب فالتو دي مع الهاف خلاص. بعد كده هنا تبقى دي 4. طيب بعد كده الاكس لما تخش مع الاكس سكوير هيبقى اكس سكوير مع اكس يبقى اكس باور 3، هتروح مع الاكس باور 3. بعد كده اكس هتخش على الفور، بعد كده اكس هتخش على 3 يبقى 3 بلس 4 اكس يبقى 7 اكس مع النيجاتيف 7 يبقى 0. خلاص ماشي. طيب نيجي للي بعده. لو قلت لك ان الواي ايكوال روت زد بلس 1 اوفر روت زد، وقلت لك هنا على جنب ان الزد بتساوي اكس سكوير بلس 25. طيب في حاجة زي كده
تعال نشوف نحلها ازاي. وكمان بيقول لك هات الدي واي دي اكس عند الاكس بتساوي 0. طيب تعالى بقى نشوف. ممكن حد يقول لك ايه، يقول لك انا ممكن ادخل الاكس سكوير بلس 25 هنا. ممكن حد تاني يقول لك لا، خليها دي واي دي زد مضروبه في الدي زد للدي اكس عادي خالص، ونحلها ايه بالراحه. ماشي، ايا يكن مش فارقه. الدي واي للدي زد هتبقى ايه؟ هتبقى 1 اوفر 2 روت الزد. هو المفروض اضرب في ايه؟ في زد داش، بس انا عامل دي واي بالنسبه للدي زد، فانا اكني بقول لك ايه، انا بعد كده هروح اضرب في دي زد على دي زد، فبيطلع بواحد، عشان كده بنكتبوش يا جماعه ها. طيب فده بعد كده مضروب في دي زد على دي اكس، بس خلي بالك لسه في جزء هنا. ماشي، يبقى 1 اوفر روت الزد هتبقى ايه؟ دي اكنها زد باور نيجاتيف هاف، فدي تبقى نيجاتيف هاف، بعد كده زد باور نيجاتيف هتنقص واحد يبقى باور نيجاتيف 3 اوفر 2. ماشي كده، يبقى ده كده اول جزء. طيب بعد كده الكلام ده مضروب، كان اسهل بقى ان انا اروح اعوض على طول الزد. طيب هنا دي زد لدي اكس هيبقى كام؟ هيبقى 2 اكس. ماشي. طيب الفكره هنا انك بس انت ممكن يقول لك هاتها لي كلها في الاكس عشان تخلص، عشان الاكس بيساوي 0، فكان الاولى ان انا اعوض هنا احسن. ماشي كده. طيب فالمهم لو كملت على دي، حتى الزد معاك باكس سكوير بلس 25، فلما تعوض بزيرو هيبقى روت ال 25، يبقى الحته دي كلها بكام؟ بخمسة. طيب هنا زد اللي هي اكس سكوير بلس 25، الاكس بزيرو يبقى 25 باور كام؟ باور نيجاتيف 3 اوفر 2، يعني خمسة اوفر 3 125، يبقى تحت يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2 في 125. ده كده الجزء ده، والجزء ده معاك ب 1 اوفر 10 اهو. خلاص، وكل الكلام ده اصلا مضروب لما الاكس بزيرو. خلاص لو خدت بالك هنا اهو، فده كله اصلا بايه؟ بزيرو. ماشي. يعني بس كده. وبرضو تعالى بقى ايه اخر حاجة، لو قلت لك معاك واي بيساوي زد على زد ماينس 1، ومعاك ان الزد بيساوي اكس على اكس بلس 1، فانا هنا ممكن افكر احسن ان انا بدل ما اعمل الكوشنت رول مرتين اعملها مره واحده. طب اعملها مره واحده ازاي؟ اهو بص، هتقول الواي اهي، خلي الزد حط مكانها الاكسات، يبقى ادي اكس على اكس بلس 1، وبعد كده هنا معاك اكس على اكس بلس 1. ماشي، وهنا معاك ماينس 1. خلاص. طيب تعالى بس نبسط الموضوع ده. فانت تحت اهو، هنا معاك اكس على اكس بلس 1 زي ما هي. طيب تحت هنا اهو اكس بلس 1، وبعد كده اكس ماينس اكس ماينس 1 اهو، اكس ماينس اكس ماينس 1، فده هيروح مع ده، وهتلاقي ده راح مع ده، يبقى لك في الاخر نيجاتيف اكس. فديريفاتيف النيجاتيف اكس بنيجاتيف 1. ماشي بس، فدي الديريفاتيف بتاعها بايه؟ بنيجاتيف 1. فحتى هو كمل لك في السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك اثبت لي ان دي واي على دي اكس بلس 1 ايكوال 0. فالحل ده كان سريع جدا بدل الحل ايه التاني. وبس كده يا شباب، واشوفكم بقى في الفيديو الجاي.